ليه؟ تخيل ان تمانيتي في حالك وانا في حالي. ليه كلمتك يا بنت؟ هو كده وخلاص. يخرب بيتك بعيد عني. هو كده وخلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا اعز واغلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال، وتكون فيديوهاتنا خفيفه ولطيفه على قلوبكم، وتكون عند حسن ظنكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يوصل لكم مننا كل جديد. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وقبل ما نبدا الفيديو نصلي على الحبيب قلبك يطيب، وندعي لاخواتنا في غزه وسوريا واليمن ولبنان وجميع الدول العربيه الاسلاميه ان ربنا ينصرهم نصرا عزيزا ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين. وانا بشكر كل حبايبي على تعليقاتكم الجميله اللي زي العسل اللي بتكبر بخاطرنا وتفرحنا. ربنا يفرحكم ويسعدكم ويفرح قلوبكم، اللهم امين. احنا بقى حبايبي النهارده بقى ايه نعمل؟ ايه اعمل كده مقلب يعني صغنن خالص كده فعلي امسك فيها كده على الصبح قبل ما اروح عند جامعتنا. استنونا بقى حبايبي اما اروح عند علي كده بقى حبايبي. انا هخبط على علي. ده قوي جاي اكل عندكم. بقول لك ايه العمل مش اي عمل مش لا ده جاي امسك فيه وربنا العمل ما هو رايح على الصبح. مش شايفه يزعيني والاساتذه بتوعي وانا مالهم مال الاساتذه ده انا جاي امسك حاجه. قال لي انت بتقولي دي يا اختي. قلت لي لما اسالي نفسك. هذا اسود انا والله لسه لابسه على فاطمه الكريمه اهوت رايحه ولابسه يعني مفكره ان انا جايه لك لابسه مستقبلاني. لا والله يعني ما عملتش حاجه يا اختي والله. بتقول ايه؟ بتقولي حاجه انت مش هتديني من الدعم. يا نهار ابيض يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. مين اللي قال لك الكلام ده يا اختي؟ شوفي انت قايله لمين؟ قايله لمين؟ شوفي انت قايله لمين؟ والله يا اختي ما قلت ما تدينيش من الدعم ليه؟ ما تدينيش منه ليه؟ ما تدينيش يعني انا بنزل اصور معاك واتهزق ويتقل منه كمان ما تدينيش منه. هو يا اختي حاجه جت وما ادتلكيش؟ مين اللي وقعني بيني وبينك يا اختي؟ شوفي انت قايله لمين؟ شوفي انت قايله لمين؟ ربنا ما كلمت حد يا اختي. لا انت قايله لواحده حبيبتك ياما بتقولي لها ايه؟ اما الدعم يجي انا مانيش عاطيه السحر مني. يا اختي ما عادش ليا حبايب، ما عادش ليا حبايب. لا حبايبك كتير مش ما عادش ليكي حبايب. والله يا اختي ما كلمت حد وراح متقويه ما كلمت حد يا انت طول عمرك يا علا وانت كده طول عمرك طماعه ما بتحبيش على نفسك. يا خدتك المقنديل. اقول لك على حاجه، انا لا قعدت مصوره معاكي ولا ظاهره معاكي ودليل. لا انت ودليل. لا مش ودليل، اصل ديت انت وهي كده اهو حبايب. والله انت حبايب واصدق ان انت تقولي لها كده. لا صح. ايه اللي وديني؟ عشان انت بتسمعي الكلام من اي حد وتيجي لا انا مش ودليل. انت عارفه انا اصدق لا لان الحاجه ديت انت مش هتتكلمي فيها مع اي حد. انت متكلمه مع واحده وواثقه من الواحده ديت وقايله لك تقولي لها الدم لما يجي انا مش عارفه الصحه. يعني احنا ما عادش ورانا الوحيد يا اولاد. يا نهار اسود ربنا ما قاطعوني كله عونه يا اختي اللي قالت امسكي لسانك شويه وبطلي لكلكي. انا ياما بذمتي بطلع الشارع وربنا يا بنتي ما بطلع اقعد مع حد. عارفه ليه؟ اصل حاجه زي دي مش هتتقال يا بنتي يا سحر. انا قلت بخاف اصل كله قاعد بيسجل دلوقتي واي حد بيتكلم كلمه بتتسجل. انا ما بسجلش. بقول لك ايه وقت الحساب متاجل والكل قاعد بيسجل يا فقلت بخاف. ما اللي يسجل يلا ما انا قلت بخاف اتكلم مع حد في الايام اللي انا فيها دهيت. رايني ربنا اللي عالم باللي انا فيه واللي انا فيه يعني زايد وفايض. فقلت ماسكه لساني يا كبد اختي علشان ما يبقاش الوقت اللي قاعد بيتكلم مع واحده بتسجل لها عشان ما يحصل مشكله بينها. تعالي معايا دليل اثبات اهو ومسجلالي. بس اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. انت يا علا طول عمرك كده واقول لك انا لا قعدت مصوره معاكي ولا نازله معاكي في بسوس وعندك قناتك شغاليه وانا مش لازم لي يلا من اللي انت عايزاه. انا عايزه افهم هو مش لازم من اللي انت عايزاه. وبصي واللي جاي وبصي الجايات اكتر من اللي لا انت بتتلككي مرات ابنك بتتلكك ياما. انا ما كلمتش حد وربنا. اساليها قايله لمين؟ والله ما اتكلمت. اساليها قايله لمين؟ اقول لك على حاجه، هي بالنسبه اصلا للحوار او الفلوس او ده هي يعني علي مش هتتكلم معاها حتى لما تكون حبيبه لها قوي. حبيب ما عادش عندنا حبايب. لا حبايبي ضاعوا. بتصوتي ليه؟ بتصوتي عشان انا بقول لك انت هتاخدي الفلوس مش هتديني. حبايبي اللي هم متابعيني وانا ما اعرفش هم بيشوفوني من خلف الكاميرا
دول حبايبي اللي انا ممكن اشكلهم هم. ما انت ليك بس حبايب ماشي خلف يعني. الكاميرا وليك حبايب برضه وحياة ربنا قدامك يا كده. سهر، وحياة الشده اللي انا فيه ما عاد ليا حبايب ناقي غير متابعيني وهم معايا خلف الكاميرا ياما، يعني هم بيشوفوني من ورا الحبايب يا حتة ما عادش حديد. ما عدتش تامني ان ابوك حته حديده ياما دومت اللي انا بفضفض وبطلع كده. يعني هي بتكذب عليك؟ انت عارفه ان انا عامله زي مكنه وقعت الري بينا اللي بتدور وبتخرب في انت الثانية. بتتكلمي أنا ليه؟ انت ليكي في الدار ما تتكلميش. هي لو لا انت بتدخلي امك هو الحوار بيني وبين علي، انت يا بنتي ما تتكلميش. ربنا ينتهي منها اللي وقعت بيني وبينك يا اختي على الصوت دي واحده بس ايه سرمايه حرقها قوي كده اهو عشان تقدري تصوري معايا. ده حته الصرم ديت الصرام حرقه قوي قوي. ما انا بقول لك سرمايه محروق كده اهو عشان انت جايه تصوري معايا. فهمتي؟ يعني هي مثلا بتكذب عليا اقول لك؟ بتوقع بيني وبينك وانا قلت لك انت ودانيه. لا مش ودانيه. ما جبتهاش من قلت لك قبل كده الحاجه ديت انت مش هتقولها يا علا لحد. انا يا بنتي قلت لك اهو حبايبي هرجع اقولها لك مليون اصل الحاجه دي دقيقه الله يحرقك. مش هتقولي انا صدق ان انت قلتي يا علا. وربنا لا اقسم بالله ما عاد ليا حبايبي. انا اقول لك انا مش عايزه منك حاجه وانا ما عدتش يا ست مصوره معاكي. هو انت بتتشككي يا مرات اخويا. انا بتلكك عشان ما عدتش عايزه انزل معاكي في القناه. ده انت لازم تتسبخ وتشتي. لا اسبخ ليه؟ خليك تدوري على الدعم يما تدوري على الفلوس تشتي من اما انا بنزل اصور انا بنزل اصور معاكي واتقل منه واتعمل مش عشان حاجه يعني دي باب رزق اخد منه اجيب لي العيال اللي هم عايزينه امشي حالي. اما انا يعني بصور ايه حلاوه تروح معاكي؟ ما بصورش حلاوه تروح معاك. كل واحد كده على مصلحته. لا اما انا هي انت قلت ده هي باب رزق يبقى باب رزق ليا وليكي. خلاص يا ستي هقول لك على حاجه. ايوه قول. بعد كده انت اعملي البثوث وصوري وحلل عليك الكاميرا انت وخالتك ومعدوا وتقفوا جنب برنامج وانا هبعد هاخد هدنه شويه عن الكاميرا والكاميرا كاميرتك يا ام حنان. لا يا ما تاخديش لا نبقى فيها احنا الثلاثه يا نروح احنا الثلاثه. هقول لك وانا ما كنتش متوقعه ان في واحده ما تسواش تتكلم كلمه توقع بيني وبين بس ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يوقع بيني. ده انت اختي ليه وانت عارفه انا ماليش اخوات وانتوا يا نساوين اخواتي ليه مش ما بحسبكمش نساوين اخوات. لا والله العظيم انتم اخواتي. انا ماليش اخوات تعوضني وانتوا اخواتي وانت عارفه الكلام ده يا صاحبي. فانت ما تخليش واحده توقع بيني وبين. وهقول لك على حاجه كل حاجه تحت امرك يا ام حنان. بتغلبيني بالكلام يعني. لا والله العظيم بتحرجيني بالكلام يعني. بره اليوتيوب وبره الدعم. انت عمرك قصدتني وقلت على حاجه قلت لك لا وتكون معايا؟ لا. ايام ما كنت بشتغل وبسرح وبشتغل وكنت بتحتاجي وتيجي تقولي لي ما بقبض المهيه اخر الشهر يا علا ما تجيبي كذا انا عمري حشت منك؟ هاجي النهارده هقلب اصلي ما انا عارفه ان انت حزينه الزمان محزنك امر من حالاتي. الحمد لله. فهمتي يما؟ فاني عمري في حياتي يا ام حنان ما حد هيوقع بس اقول لك برضه انا ما عدتش مصوره معاكي. ان شاء الله ما صورت. يلا انا اجيبك شمال تجيبيني يمين. يلا شوفي مصلحتك بعيد عني. انت رايحه بقى داهيه عقدي. انا ما ماشي مش رايحه فين؟ يلا مش فاضيه؟ هي منزله كيسه وماشيه. انا ماشيه رايحه عند امي النهارده الجمعه اليوم المقدس بتاع عند امي. ده لو اشوف بس لقيتك كده وهنتفها لك مش هعرف هدمك كده. انا عندي يا بنتي كل اللي هيمسك حد ده هينتفوا. عندي حد بكت يا بيه عايزه اطلعه. انتفاء بقى بعيد عني. ما انا ما عرفتهاش. بعيد عني. يلا خيبها اللي بتقعد توقع بين الناس وبعضها. يا اما ما تسمعيش كلام حد والناس بتوقع الناس في بعضهم واحنا مالناش بركه الا انتم. انا قلت لك انت ما تدخليش نفسك وما تتكلميش. هو الحوار بيني وبين علا انت مالكيش دخل بيه ما تتكلميش. خلص الكلام. حاضر يا مراتي. هو خلص الكلام من غير ما يبقى في كلام يا دي الحزن عليا. ده لسه الكلام جاي تاني. لسه اصبري اصبري. حبايبي بقى هي الفكره من الفيديو بتاعنا. انا عمري في حياتي ما امسك في علا عشان خاطر اي حد. انا اولا انا ما بسمعش لحد ولا بشغل دماغي بحد. وانا عمري في حياتي انا ما همسك. اصبري بس اما اتكلم وبعد كده اخد بالي. استني يما يعني دي كل انا ومحمد بنصور. انت يومك مش فايت انت ولا محمد. ما تقدريش تعملي معايا حاجه وانت عارفه. لا ما تقدريش والله تعملي معايا حاجه وانت عارفه. انت وجعت قلبي الله يوجع قلبك يا شباب. وجعت قلبك ليه؟ انا كنت عايزه بقى ايه السعهم كده قبل ما امشي اروح عند جامعتنا كده ايه اخليكي تقعدي بالتعب طول النهار. سحر انت ومحمد حسام عشان هو جه معاكي ولا انت مش قايل ان واخد التليفون اكتب الواجب يا محمد؟ وبتكذب عليها وراح تصور مع سحر؟ بيديك اول لما يلهمك.
يعني تتامر مع سحر عليا يا محمد يا حسام؟ طب ما قلتليش ليه وجت فطمتني ليه يا اكيد محمد؟ مش عايزه اقول لك. طب وحياة رحمة ابوي لو انت وسحر لكم مني حتة مقلب لا يطلع عينكم فيه. والله يا علا ما تعرفي تعملي معايا اي حاجة. حاضر انا غلطانة. حبايبي بقى هو انا عمري في حياتي ما امسك في علا عشان خاطر فلوس ولا خاطر دعم ولا خاطر اي حاجه. احنا هنا بيت واحد، ايد واحده، بنحب بعض، بنخاف على بعض، اللي مع علا معايا واللي معايا مع علا. ودي اكيد. ودي بقى كنت عامله يعني اكشن صغير كده مع علا. ده ما طلعش اكشن، ده طلع صواريخ. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يعجبكم ونرضي رضاكم، وما تنسناش بقى في اللايك والشير وتفعلوا الجرس. شجعونا يا جمهوريه، احنا افكارنا ما فيش. قبل ما نفصل الفيديو انت عارفه يا سحر يا اختي انا خدتها قاعده كده وخدتها نصوحه لوجه الله. احنا يا بنتي ما بنحبش قلنا وقالوا ما بنحبش. لا عمري اقول سر لحد ولا عمري اتكلم مع حد. انا اتكلم مع الحيطه وما عدتش اتكلم مع بني ادم. اوحش حاجه قلنا لان قالت لساعد الوقت عاد كله بيسجل لكله، ودي تبقى دي اخوانه. الواحده اللي تقعد مع واحده وتسجل لها ربنا يبعدنا عنها. اخوانه. ربنا ولا الواحده اللي بتيجي سر حياتها اخواني. اوحش حاجه قلنا وقالوا واللي تسجل واللي تنقل كلام دي اوحش حاجه. دي بتخلي بتوقع الدنيا ببعضها، ممكن تخرب الدنيا ببعضها. وسحر صدمتني لما دخلت وقالت لي انت قايله الكلام، لان انا والله العظيم فعلا انا ما قلت حاجه. انا اتفاجئت من كلامها ان انا قلت لحد. والله العظيم انا بطلع اقعد مع حد ولا بكلم حد. انا من دروس بنتي لبيتي مع امي لا بقعد مع فلانه ولا علانه ولا لان انا شايفه الايام دي كلها وقبل كده ما عادش حد يتامن. احسن حاجه ان كل واحد يبقى بحاله وقافل بابه عليه. ما عادش حد يتامن في الدنيا بحالها. اولا يعني الواحد اتلسع كتير خدت على دماغي هبدات كتير الحمد لله. ويمكن الهبده اللي انا باخدها بتقويني بفضل ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده انا كنت متمكنه في الكلام مع سحر لان انا ما قلتش حاجه لحد وما بطلعش اتكلم مع حد. لان انا بقول لكم الخاين لم يؤتمن. واللي انا شفت لا واستنوا يا اولاد. اعوذ بالله. واحنا ليه ما نقول في وشها بدل ما اقول من وراه. واللي بينه وبين سحر او بينه وبين امانه مرات عبده اقسم بالله العلي العظيم شهاده تحاسب عليه. ولا هم نسوين اخوات، هم اخواتي اللي هم ما جابتهمش ليه زي متابعيني اللي هم بقفوا جدا مني. هم اخواتي اللي هم ما جابتهمش. وانا هقول لكم حبايب قلبي انا ماليش صحاب وماليش اعداء. انا مع حالي ومع نفسي، بس هم اصحابي واخواتي، هم الجمهوريه بتاعتي اللي في وقت الشده بلاقيهم، اللي في فرحي بلاقيهم، اللي في حزني بيحزنوا عشاني، اللي عندي اي شيء فرحي بيفرحوا عشاني، بحزني بيحزنوا عشاني. قلت لها انا ماليش احباب ولا ليا اصحاب. اصحابي واخواتي وحبايبي هي الجمهوريه بتاعتي. يلا يا اختي بقى انت ما صدقتي ان انت تتكلمي. بس بشوفهم من خلفك، هما بيشوفوني من حته حديده وانا بقرا تعليقاتهم منين؟ من على تليفون. دمت هم اسراري، دمت هم اخواتي. وغير كده انا ببقى على العلن يا حبيبه قلبي. يشوفني يقول لك شوبش هقول شوبش على العلن. ايوه انت فعلا كده. فيا ام حنان ما تخليش حد في يوم من الايام يتدخل بيني وبينك في اي مشاكل او حد او اي حد يوقع بيني وبينك، لان احنا اكبر من كده كتير قوي قوي قوي. وربنا يبعد عننا المفسدين والحاقدين واولاد الحرام. احنا وكل متابعينا ولاد متابعينا. واقول لكم سلام عليكم.